السلام عليكم الاخوات. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم طريقتي في تحضير حلوة لاكريم سهلة بمكونات بسيطة وناجحة مثل المحلات. نتمنى تجربوها. المقادير كنحتاجو فيهم 170 غرام من الدقيق، 6 البيضات، 150 غرام من سكر سنيدة، 2 معالق من الكاكاو، ملعقة صغيرة من نكهة الفاني، وملعقة من خميرة الحلوى. نبداو على بركة الله. شديت البيض هرستو، غنزيد معاه سنيدة، نزيد معاه نكهة الفاني، غادي نبقى نضرب فيه واحد 10 دقائق بالباطور حتى يتضاعف الحجم ديالو. من بعد ما تضاعف الحجم ديالو كما كتشوفوا معايا، تشوفوا الكثافه كيبيض ما كيبقاش صفر. شديت داك الدقيق، زدت معاه 2 معالق ديال الكاكاو، وغادي نزيد عليه حتى الخميره د الحلوى. غنخلطهم كاملين وغنبدا نخوي الدفعات، يعني ماشي مره واحده. غنبقى وانا كندخل بطريقه دائريه من الفوق لتحت باش البيض ديالنا ما يهبطش لينا. بعد ما دخلت الطحين في البيض، جبت الطاوه وفرشتها بالورق الزبده وبديت كنسرح فيها الخليط. غندخلها الفران اللي كان سخون من قبل. يلاه بديت شعلت الفران يسخن، غنخليها مده 10 دقائق وغادي نخرجها. وانا راده البال يعني راه كل واحد وفرانو. غنخشي فيها السكين، الا خرج ناشف صافي ها هي وجدات. غنهبطها للوجه غير شويه وغادي نخرجها. ندوزو نصاوب لاكريم. شديت لاكريم 500 غرام ديال لاكريم. انا عندي هاد لاكريم مسوسه يعني ما فيهاش السكر. غنبدا نضربها وعاد نزيد لها السكر. بعد ما وجدت لينا الكريمه، انا كنت وجدت من قبل واحد الشكيليطات باش نزين بهم. المول السيليكون اللي خدمت به هو هذا. نتوما لكم الاختيار. شديت الشكلاط ذوبتو ودرتو فيهم كيخرجوا هذيك الشكيلات. انا فضلت بغيت ندير لهم هذا الملمع الغذائي. بحال اللي كتشوفوا معايا. نتوما لكم الاختيار. المهم غير فضلت انني تزين ندخل فيه هاد الشكليطات وهما درت لهم الملمع. غندوزو دابا الجينواز كنت صاوبتها. شديت قطعتها، يعني قطعت على حساب المول اللي غادي نمونطي فيه، ودوزت عليها بالخيط. يعني هي جات غليظه، دوزتها بالخيط وقسمتها على 3. هادي كتباع عند المول اللي كيبيع داكشي ديال الحلويات. ديك كرطونه، ولا ما عندكش ديروا ورق مقوى، لكم الاختيار. خديت الاطار درت فيه الطبقه الاولى ديال الجينواز، والجهه اللي كتشرب يعني الجهه اللي مجعبه ماشي الجهه اللي ملسه كنديروها من تحت باش تشرب لينا السيرو، باش ما نسقيوها تشرب السيرو مزيان.
السيرو انا درت كاس ديال الماء طايب، زدت معاه معلقه ديال نسكافي. نتوما لكم الاختيار، تقدروا ديروا عصير الليمون، تقدروا ديروا اللي بغيتو، يعني لكم الاختيار. غادي نسقيها مزيان وعاد غندير الكريمه. من بعد ما سقيتها شديت الكريمه درتها في واحد هاد الكيس. انا خديت درت ديال بلاستيك يعني اللي كيتستعمل وكيتلاح، يعني ما فضلت هذا. فضلت ندير هكذا باش كتجي الطبقه د الكريمه عاليه، باش ملي كنحطوا الجينواز ملي كنقطعوا الكريمه كتبان لنا الطبقه عاليه. من بعد ما كملتها بالكريمه، هذه راه دابا الطبقه الثانيه ما صورتها لكمش، هذه ان شاء الله اللي غنحط راه الطبقه الثالثه. كنحط جينواز عاوتاني الوجه اللي كيشرب، يعني ماشي الوجه الاخر، واخا تقطع ماشي مشكل. غادي نبرك عليها يعني باش كتاخذ ديك لا فورم، باش كتجي كلها مستويه. وغنبدا نسقيها، يعني نكملها عاوتاني غنسقيها مزيان وغنزيد لها الكريمه من الفوق. زدت لها الكريمه من الفوق، غطيتها وخليتها، ديتها للثلاجه، خليتها واحد ربع ساعه. شديت السكين وبديت كنحل من الجوانب، يعني باش كتجيني ساهله نحيد الاطار. كنحيدوا الاطار بشويه، يعني انت كتدفعي من التحت بشويه باش ما تخسر ليناش الشكل ديالها. صافي دابا غادي نشد الجوانب حتى هما، غندوز فيهم الكريمه باش نبداو في التزيين ديالنا. كما كتشوفوا معايا شديت الشكلاط، حكيته بالموس ولا كرطته بالموس، عطانا بحال حبيبات ديال الشوكولا. وبديت كنلصق مع الجناب. نتوما في التزيين لكم الاختيار، انا فضلت ندير الشوكولا. شديت داك الشوكولات اللي كنت صاوبته، درتو مع الجناب، وشديت درت 2 معالق ديال الناباج، درت معاهم نكهه ديال الفريز وخدمتهم مزيان بالباطور. وبديت درتو في الوسط. يعني نتوما لكم الاختيار، تقدروا ديروا الشكلاط، تقدروا ديروا الحامض، النكهات لكم الاختيار. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى. نتمنى يعجبكم وتجربوه. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتعليق فيه الآراء ديالكم.